اهلا بكم واتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فتح علبه سريع لافضل مروحه لابتوب فئه سعر 500 ل 600 جنيه من شركه ستاندرد موديل ايس 06 ان. وعشان ما اطولش عليكم نشوف ايه اللي مكتوب على العلبه ونفتح العلبه. جيمنج كولر ايس 06 ان يو اس 3 بيست كواليتي كلاس اي، يعني جودتها عاليه جدا، وعليها ضمان موضح في الموقع انه سنتين استبدال، ودي العلامه الخاصه بالوكيل، يعني المنتج ده اصلي. بيوضح لك ان في 6 مراوح، في تعديل الزوايا، معاك لحد لاب 17 بوصه، فيها مدخلين يو اس بي تحكم في سرعه المروحه، وايضا المروحه ملهاش صوت، وفيها اجزاء من المطاط عشان تمنع الانزلاق، وفيها اضاءه، وموضح لك هنا بعض الصور التوضيحيه. نشوف ايه مكتوب في الخلف. هنا بيوضح لك حجم المروحه 70 في 70 في 15، 6 مراوح، السرعه بتاعتها 2400 ار بي ام، وموضح لك حجم المروحه كلها كام، يعني العرض والطول 420 في 290 في 31 ملي متر، 42 يعني 42 سم في 29 سم في الارتفاع 3 سم، وفيها 6 مستويات اللي هو الارتفاع. فيها الإضاءة زرقاء، مدخلين 5 فولت، بلاستيك ومعدن، مدخلين بورت، وفي فان سبيد كنترولر اللي هو بيتحكم في سرعة المروحة، ومعاك لحد لاب 17 أقصى حاجة. نفتح مع بعض. ده الكيبل، نبعد شوية الكرتونة عشان ناخد راحتنا. دي محتويات العلبة: المروحة، الكيبل، وكتيب الإرشادات. بيوضح لك نفس الحاجات المكتوبة على الكرتونة، يعني هي صفحة واحدة. دي القطعة عشان تحط عليها اللاب عشان ما ينزلقش لما ترفع في المستويات، مكتوب عليها ستاندرد. الجزاء دي بلاستيك، ده معدن، 6 مراوح. الحتة دي فاضي ما فيهاش مراوح، الحتة دي بسيطة كده، مراوح متوزع في الجزء اللي في النص. نشوف من الخلف المراوح واضحة، هما 6 مراوح. دي الأجزاء الكاوتش أو المطاطية، مش عارف كاوتش قصدي، عشان تمنع الانزلاق. بصراحة خامات البلاستيك محترمة جدا جدا جدا، الخامة كويسة بالنسبة للسعر. يعني أنا جايبها من نون ب564، يعني 565، أقل من 600. دي الأجزاء المعدن، يعني في مكتوب شوية حاجات والموديل بتاعها من ورا. ده كده أعلى مستوى، فيها 6 مستويات. شوف أوطى مستوى كده، كده أوطى مستوى. بصراحة أنا شايف أوطى مستوى هو أنسب حاجة. نخليها على أوطى مستوى. وهنا برضو في كاوتشة عشان اللاب ما يتجرحش الحتة دي، بس أعتقد لو على أوطى مستوى اللاب مش هيقعد، لأن اللاب برضو فيه مطاط من الأسفل. نجرب كده الإضاءة. أنا معايا باور بانك،
طبعا هنا في مدخل تاني بحيث لو معاك فلاشة، معاك اي حاجة عايز توصلها. هي الاضاءة ضعيفة بصراحة، مش عارف يعني باينة ولا لأ، بس الاضاءة ضعيفة. نشوف التحكم في المروحة. كده اعلى حاجة. بس لما عليتها صوت المروحة ملحوظ، فاحنا هنوطي المروحة. انا وطيت المروحة على اخر، انا مش محتاجها عالية. فانا اعتقد ان انا هخليها على اوطى حاجة. كده كده هي فيها 6 مراوح، ومادام مرفوعة عن الارض فهي هتدخل تهوية حلوة من تحت، مع المراوح الاضافية الدنيا حلوة. فانا بخليها على المستوى الواطي بحيث اللي هو تهوية، وكمان اطول من عمر المروحة، لان انا لما عليتها حاسس فيه اهتزاز وصوت عالي مش مريح. في مدخلين طبعا، مدخل هنا عشان تعوض المدخل اللي هتركب فيه في اللاب. شوف انا مخليها على الواطي وسامع صوت مروحه زي شخلة، لا مش عارف هل في عيب في مروحه ولا ايه كده طبيعي. صوت احتكاك في مروحه، مش عارف هل طبيعي ولا لا. بس الهوا بتاعهم حلو يعني، بس يعني مش اعلى هوا ممكن، بس انا يمكن لما اعليها تبقى افضل. كده اعلى مستوى. صدق الاحتكاك اختفى لما عليتها، كنت سامع صوت احتكاك في الاول. بس انا برضه هخليها على اوطى حاجه عشان عمرها يطول. وهي عليها ضمان 2 سنين، مكتوب في اليوتيوب صفحتهم ضمان استبدال. معرفش، بس انا لما اشتريتها منهم كان مكتوب ضمان سنة. فيعني مش هتفرق سنة من سنتين، معنى كده ان خاماتها محترمة جدا وفي ضمان. وهتجد فيه علامة المائية، وكمان في كود او حاجات زي كده. تقدر تراجع الموقع الخاص بيهم اللي هو ستاندرد، هتجد كل التفاصيل وتقدر تسألهم. انا بالنسبة لي بصراحة المروحة دي ممتازة جدا بالنسبة للحجم، عشان اللاب بتاعي كبير. فدي 42 سم مفروض يعني. فاعتقد هتكون ممتازة على اللاب بتاعي، لان اللاب بتاعي 15.6 مع تحكم في سرعة المروحة، والجزء ده عشان اللاب. يعني انا شايفها ايه، ممتازة. كمان في مدخلين بحيث تعوض المدخل، ممكن تركب في التاني مثلا الماوس، كيبورد، سماعة، اي حاجة، بحيث تبقى عوضت ايه المدخل. اسف صوتي مرهق شوية عشان انا تعبان. بس هو فتح علبة سريع، والمروحة دي خاصة بيا واستخدام الشخصي، يعني دي هتكون معايا دايما. لو حد حابب يسألني في اي وقت هل المروحة دي لسه شغالة، المروحة كويسة معاك، مروحة باظت، انت ايه رايك فيها بعد استخدامك الشهور من وقت الفيديو طبعا. واسألوني براحتكم وانا هجاوبكم بكل اللي اقدر عليه. المهم بكده الفيديو انتهى. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو حد عنده سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظروني في الفيديوهات القادمة. سلام.